قاعدة بالبيت تحبين يجيش راتب شهري بدون شهادة بدون رأس مال؟ تعالوا أقولكم على شغلة. شغل بشركة DXN، شغل للبنات المجتهدات اللي حابة تعيش نفسها، حابة تصرف على نفسها وتجتهد، حتى الأمهات اللي عندهم أطفال. هواي هذا الشغل راح يفيدكم، راح تكسبون منه مبالغ عالمية، فلوس خير من الله. كل اللي عليكم تدخلون على هذا الرابط، راح أخليه بالشاشة، وهم راح يعلموكم هناك. طبعا اكو بنات يعلموكم شنو الشغل، وشغل ان شاء الله سهل وتقدروا له. الشغل فقط للنساء، هذا راتب وحدة من المشتركات. الفرصة اجتكم استغلوها وانتم بالبيت. طبعا الفرصة تجي مرة بالعمر، فحاولوا تستغلوها وترفعون من مستواكم المادي. هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بعد غياب شقد. طبعا اليوم بالصدفة دخلت على اليوتيوب، شنو هاي صار لي قد ما منزله. استغربت من نفسي لان ملتهية والله، دوام ودراسة، واكثر شي دا اتفاعل بالانستا. لان النشر سريع هناك، او يعني ما يحتاج وقت. اصور ساعة ساعة وانزل، كلش سهل، 30 ثانية دقيقة انزل الفيديو. اذا تحبون تشوفون مالتي الانستا فراح اخلي لكم اياه بالوصف. شغلة ثانية، هذا الشرح شفتوه بالبداية، اذا تردون همين تدخلون بهيج جروبات، يعني شلون تشتغلين كمندوبة انتو بالبيت قاعدة وإلش نسبة. فشنو راح اخلي لكم الرابط همين باول تعليق، رابط مالتي مال انستا، وهمين رابط الجروب. تمام. مثل ما شفتوا هنا أنا قعدت الصبح تريقيت، رحت أخذت من أبوي، لقيت عنده كعك، فأخذت من عنده ذن الكعك، رحت للدوام، لقيت طبعا طبينا أول محاضرة، خلصنا الساعة 4، طلعنا هنا بالحديقة، لقيت البنات هنا جايبات دولمة وكباب وصمون وكيك، وأنا من جبت كعك، وهنا أخير شي ختمتها بالتمر هذا والسمسم. ما اسولف لكم هناك طبعا من نقعد ونجتمع هيك، يعني اكل عالجمعة والواهس، فتشوفوني اكل. وراها دخلنا محاضرة ثانية، طلعنا في هذا الكعك ما كنا طلعناه، جبنا همين نساتين مثل ما تشوفون. وشنو كان وقت غروب، يعني تريد تشيل الشمس، لان ثاني محاضرة تكمل عندنا ساعة 5. وهنا بعدها قالونا يلا طلعوا، ماكو بعد محاضرة. فرجعت للبيت، لقيت اختي كانت تشوينا كبدة للغداء، مسوين هم عازليلي. طبعا اهلي كل ما يجيبون كبدة يتذكروني، فهنا كانوا عازليلي، فشويت لنا اياها. بعدين رجعت للبيت، جهالي شنو اعشيهم لانهم متغدين قبلي. فسويت هذه القدرية مال الشوربة، وشون كان الشوربة تجنن. طبعا وقتها هو هذا بأجواء هيك باردة. خليت هنا همين عليها كسور وسويتها، وقلت بوتيتها همين وياها. سولفوني شكو ماكو، اخباركم اموركم. طبعا انا كلش مشتاقة لكم، وكلش مشتاقة انزل لكم فيديوهات. فكل اللي عليكم شو تسوون؟ تشجعوني باللايك وتشاركون الفيديو على مود يصعد، وتسووا لي حافز ما اتاخر عليكم وانزل لكم. طبعا هنا أنا عندي يوسف قاعد يتحجج ما يريد شوربه، فقوم سويت له هاي البوتية الاصابع، قليتها وخليت عليها جبنه ودخلتها بالمايكرو تقريبا دقيقه وطلعتها. وبعدين ناموا الجهال، قعدت تقرا، جبت لي هنا فراوله عيني اكليت، وقعدت يوم الصبح اقرا، كان عندي امتحان. ثاني يوم قعدت عندي امتحان، عندي دوام. فبسرعة والله سويت فاصوليا، أسهل شي، خليتها بقدر الضغط، حمست هذا اللحم وحمست وياها الفاصوليا وخليتها، ورحنا للدوام كالعادة. رحنا لهناك، واحدة من البنات جايبت لنا هيك هاي طبقات كيك، وفوقها كريم شانتي، فوقها كاكاو. كانت تجنن هاي طبعا. ما ناسيتنا. وهنا كنا، والحمد لله رجعت للبيت وكان اشوف هاي المفاجأة قدامي. مسواق على هذا القدر الضغط مال الغداء، وبديت ابلش اغسل بالمواعين. شو اسوي والله بعد؟ شو اسوي؟ ورانا والله ام البيت اذا تعوف البيت ها هي بعد يخرب. فاحنا يعني ماكو لا مفر. فوراك تغسلين، لازم انتي وانتي تنظفين وانتي تكملين كل اعمالك على اتم وجه، حتى لو كنت تعبانه، حتى لو كنتي مريضه. والله يعني اني من اتمرض اكره نفسي، لان الخطيه هذول الاطفال منو الهم؟ يعني منو الهم غير الام؟
الأم إذا تمرضت بعد هم ماكو يضيعون، البيت كله يضيع، الله وكيلكم. حتى لو الأبو موجود، حتى لو الأبو يساعد يعني الأم ويقوم هاي، بس ماكو يعني مو مثل الأم، يشتغل نفس الأم. أنا أمدح بنفسي. لا بس والله جديات، الله يحفظ أمهاتنا، والله يحفظ يعني أمي وأمهاتكم، ويرحم المتوفين، ورزقهم همين الجنة ويعوضهم، لأن الأم وش قد تتعب. أنا طبعا من صرت أم حسيت بهذا الشي فعلا، من صرت أم حسيت الأم وش قد تتعب ويا الأطفال، ويا التربية، ويا الشغل، ويا البيت، كلها تريد من عندك. البيت، الأطفال، وخاصة الموظفات مثل حالي يدرسن، الدراسة، هي هاي الحياة صعبة بشكل مو طبيعي. هنا آخر شي غسلت المواعين، قلت خل أخلص من عندهن. بعد ما غسلتهن قلت خلي أجلف السنقي، شو اسمه هاي الخلاط، فكله جلفته، قلت عمودي يصير كله نظيف، ترتاح النفسية. طبعا جلفته وبعدين ذبيته، هذا ذبيتهن جلفت بيهن. اي طبعا هنا خليت كلور همين. اي بعد سولفونا انتو شنو اخباركم اموركم. انا قلت لكم ما منقطعه بالانستا، بس هنا لا والله منقطعه، لان هنا يراد له تعب المونتاج، يعني من اسجل تقريبا 14 دقيقة 10 دقائق، فيتعبني ويأخرني، ويراد لهم تصوير هواي، مو مثل هناك قليل وأنزله ويصعد همين. والله جماعة الانستا أحسن منكم. والله يعني جديات، جماعتي الانستا يسوون واهيس. يعني تخيلوا اني صار لي تقريبا راح يصير لي 2 باليوتيوب، 10 كي ما صايرة بالانستا هناك. والله شهر كامل انشر لهم، صعدوني، كنت 10 كي صعدوني سووني 20 كي. يستاهلون لما يستاهلون، والله يستاهلون. انتم ماكو خاملين فرد مرة. لا شاقة وياكم. يعني أهم شي واحد يتواصل وياكم، هاي تعليقاتكم، مو عن أشهد عليكم. لا تصدقون، بس قلت لكم والله هي المشاغل تبعدني عنكم. اي سولفونا بعد شكو ماكو. طبعا هنا أنا غسلت المواعين، وبقالي هذا الحوض راح أخليه له هذا القاصر، وبعدين أجلفه. طبعا هذا القاصر يجنن، هو إنتاج عراقي على ما أظن، على ما أظن عراقي، بس شغله كلش حلو، يعني متخلين رأسا تقوم المرمراية تبرق والله. وهنا أنا كملي جلفته، وهاي شوف الجمال واللمعة. بعدين جيت للطباخ، همين جلفته من وراء الكواليس، وإجيت مسحته، وهذا كله شغلي من رجعت من الدوام. تخيلوا ناني تعبانة والتعب يقرأ عندي ألف، بس شو اسوي يعني، ما اتحمل اشوف هيك المطبخ واغلس. لا والله قمت سويت له جلفه. طبعا هذا الطباخ دا افكر اغلفه بسيليفان، لان هواي بنات نصحوني قالوا لي غلفيه احسن ليش، احسن ما تظلين يجلفين بيه، وهو خاصه اسود، فيمكن راح اغلفه. وهنا انا اجيت على ذني مال المملحه، الشكر، الشاي، فهمين مساحتين، مساحة الجواهين. وشوفوا لي هنا الدويات منورات. منورات عيني. هسه تلقون بكل بيت دويات مسطرات، لأن ماكو العوائل كلها مرضى. اسم الله عليكم. غزولة عندي، الزولة كانت بالبداية مريضة، طابت الزولة تمرضت عليها غزولة، وما سولف لكم غزولة شلون شلعت قلبي. بالبداية الزولة كانت مريضة، وديتها للدكتور، انطاها دويات، وتقريبا هناك عند الدكتور 40 طفل مريض. تخيلوا هذا العدد، كلها نفس حالة أزل. بعدين والله رجعت طبعا من الدوام ورحت للدكتور، رجعت من هناك ألقى غزل هميا مريضة، والزولة شوية صارت أحسن، بلشت بيه غزل. وها شو السوي، الحمد لله والشكر. هسه غزولة بدأت تخف يعني. هنا عبيت هاي المال الزيت العلبة، وراح أرجع كل شي لمكانه. بس من تنظف المطبخ، نظفت على تم وجه، بعد يعني هيك بودي ما أطبخ فيه ولا أطبله. طبعا أنا من طلعت كان عندي مسواق، سويت هذني اللي يذبلن بسرعة. الخس عندي، هاي الفراولة خليتهن بالثلاجة مؤقت، والبوتيتا هذني الأشياء اللي ما يذبلن خليتهن برا. الموز من رجعت من هناك رتبت المسواق، أو مسحت
يعني الثلاجة مسحة خفيفة، وخليت بيها المسواق، نظفت المسواق ونظفت الثلاجة ورجعتها بيها. يعني صارت عندي ثلاجة نظيفة، الطباخ نظيف، المواعين ماكو، الكاونتر نظيف. فقلت بواعيت لقيت عندي شلغم، قلت خل اسوي، لا مو شلغم، هذا شوندر. هذا طبعا انا احبه، شلغم ما احبه. ما احب الشلغم. فهنا شوندر لقيت عندي، قلت خل اسوي. في ثرمته مثل ما تشوفون واخليه. انا طريقتي شنو بي اسويه حلو، اخليه شكر. فهنا شوفوا راح اثرمه، اسويه قطع 4 واخليه بالقدرية، اغسله يعني كلش زين من التراب، وبعدين اخليه على النار يفور على نار هادئة يستوي. وبعدين اخلي عليه شكر، اخلي شكر دقيقة واحدة واطفيه. اجي القى اللون مالته احمر وحلو هيج، حبه حلو، واظل اصبن واكل. سوفونا تحبون شوندر شلغم. شوفوا هنا بعد ما غسلته اجيت اثرمه مرة ثانية هم اغسله، وديه صار انحمر. اي وهنا أنا بديت همين مثل ما تشوفون اسوي الشلغم. اي بعد ايش عندنا سواليف. طبعا انا مو متحمسه، صار قد ما مسولفه وياكم، فتشوفوني طول الفيديو اسولف 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 اسولف. صدقونها ايش قد تلغي، شو اسوي، تحملوني. هو انا غايبه صار ديش قد، فمني جيت لازم اخبصكم وادوخكم. وهنا شوفوا شكل الثلاجة النهائي، ترى خلصني. وهنا كنت اكل الخس. طبعا احب هذا اللي بالنص القلب، والاطفال عادي ياكلون هذا اللي بالنهاية. اي وخليت هنا الشوندر، كنت اتذكر اسمه، خليته على النار، وجبت لي هنا خس ودبس بعد ما ناموا والجهال وخلصت منهم. قعدت هيك وحدي. عمي الهدوء حلو والله، هدوء نعمة نعمة نعمة. اي هنا قعدت وما اريد اقوم انام، اريد هيك اقعد اتأمل الوضع، اتأمل الهدوء. اي وخلصنا. وهنا ثاني يوم قعديت همين نفس الروتين، قعديت تريقيت، سويت لي بيضة مرتبة، وراها سويت الغداء. كان بيومها عندي عطلة، فسويت تمن أحمر، وأختي قلت سوت الدجاج وقلت الخضروات وكبسناهن سويناهن مقلوبة. هاي طريقتي بتمن الأحمر، وأنا مشاركتها وياكم كومة. فشوفوا هنا أحمس البصل والثوم والمعجون، ويا تمن همين أحمسه من يقوم يلتشع بالقدر، أخلي عليه المي وأعوف على نار هادئة. وبعدين قلبناها للمقلوبة. المقلوبة اليوم شنو غداني؟ مقلوبة اليوم، مقلوبة اليوم مقلوبة. اي صدقوا ايش تحكي. هسه من انتبهتي على نفسي من دمجة هاي شو اسولف. اي ومن بعدها هنا جي صورت الأزولة، وكنا نريد نروح لأختي عازمتنا على عشاء، فهنا مطقمين أنا وياها، وهذا كان العشاء. فسنجون أكيد أهل النجف غني عن التعريف، هي كل أهل النجف تعرفه، هي أكلة إيرانية، بس بما أنه أكثر أهل إيران بالنجف فتعلموها من عندهم. وهذا كان فسنجون يجنن كلش طيب. وهذا كان عشانه حبيت اخذ لكم مقتطفات. ولهنا ينتهي مالتنا الفيديو، اترككم في رعاية الله وحفظه، مع الف الف سلامة.